السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد مع تاتا سارة في عمل جديد من الأعمال اللي في سلسلة الأعمال اللي قررنا أننا نتناولوها. وكما كتشوفوا معنا هذا المعمل اللي غادي نصاوبوا مع بعض ونشوفوا المواد اللي كتلزمنا باش نخلقوا هذا المعمل. على بركة الله نشوفوا المعمل ديالنا اللي سهل وبسيط. نعم، ما كانش لاصق، فقط باش نعرفوا اشنو بغينا نصاوبوا. على بركة الله كنحتاجوا القطعه ديال الكرتون مستطيله، كنحتاجوا القطع جورنال قطع، وتنحتاجوا كذلك الورق الفوم اللي كنشوفوا به باش غادي نصاوبوا هذيك العروس. هذا هو ورق الفوم. تنختاروا الالوان اللي حنا حاجتنا بهم. حتى اختاريت انا الكحل لللباس وهذاك اللون اللي على لون البشره وسهل عفوا. هاد القطع هادو كنختاروا النموذج اللي بغينا وتنحاولوا ناخذوا، اما تعرفي ترسمي او كتاخذي بالكالك تديري الطباعه وتتقطعيها وتستعملي النموذج ديالها. كناخذوا ورق الفوم ونكالكيو فيه النموذج اللي كتشوفوا كي بحال هكا. انا اللي درت هو كالكيتو وقطعته، يعني تراسيت وقطعت كل حاجه في اللون اللي كيناسبها. قطعت الثوب ثم الجسم ثم الشعر باللون المناسب. هكذا انا اختاريت هاد الالوان، ولكم الاختيار باش تختاروا باقي الالوان كيف ما عجبكم. على بركه الله نلصقوا هذا. شوف هنا انا رسمت بالقلم فقط، ما طبعتش لان الرسمه كانت عندي كبيره، عفوا اللوحه كبيره. وهادو هما الكورنيات اللي غادي نصاوبوا بهم التنوره او الجيبه ديال الكسوه. كناخذوا مربع من الجرائد بالقياس اللي بغيتو، يعني الاضلاع ديال المربع اللي بغيتو تستعملوها. تناخذوا الكولا اللصاق نستعملوه في واحد الضلع، ومباشره القنت المقابل له نبرمو على خوه ونلصق. وهكا كنحصل على هاد الكورني، هاد القمع اللي غادي نستعملوه للصايه او للتنوره كما تتشوفوا. نعود معكم واحد اخر فقط للتذكير. كتختاري حتى القطع ديال الجريده، اما تبغيتيها كلها مكتوبه او فيها رسومات، يعني غادي تشوفي الالوان. نعيد نضع اللصاق في ضلع، مباشره الزاويه اللي مقابله لها نبرم فوالا كما تتشوفوا. نبرم على الزاويه الاخرى ونلصق هكذا، وغتبقاي بحال هكا حتى تصاوبي العدد الكافي اللي كيخصك باش تصاوبي التنوره او الصايه ديال النموذج اللي انت بغيتي. انا وجدت العديد من الكورنيات باش نصاوبوا، وغادي نبداو نلصقوا القطع ديال الكسوه او اعلى التنوره، اعلى الفستان ديال العروس اللي عندنا. بمسدس الشمع غادي نلصقوا كيلصق مزيان، واحذرنا انه ساخن جدا. هكذا نحترموا الرسمه او نحترموا الجباري اللي رسمنا ديجا. نعم، نلصقوا الصدر، هذا عفوا ماشي الصدر، هذا الظهر.
نقيو كاع الزوائد، وبشويه بشويه بدات كتبان لينا النموذج ديالنا. نلصق الذراع تماما، نحط فوق الرسمه اللي رسمت. خدي راحتك ونقي مزيان وقادي الامور ديالك كامله باش مباشره نحصلوا على النتيجه نقيه. ممتاز. لصقوا الزينه كما كيبقى لك الاختيار ديال الزينه كيف ما حسب الموجود اللي عندك او حسب اختيار ديالك. طبعا الأعمال اليدوية من الأشياء اللي تتريح، كتعطينا جمالية، وفي نفس الوقت كتحيد علينا شوية ديال ستريس ديال العمل وديال لصقنا الشعر. لك الاختيار باش تختاري اللون اللي بغيتي ديال الشعر. هكا حصلنا على الجزء الاعلى من الرسمه ديالنا. كيبقى لينا تقاسيم الشعر، الجدايل ديال الشعر. في النهاية غادي نضيفهم بالقلم الأسود. وكما كتشوفوا أن اللصاق كنحاول نلصق الأول بالأول، يعني باش نعرف كيفاش غادي نلصق كل شيء بالتسلسل. ما شاء الله جات رائعة. والآن غادي نبداو نشوفوا كيفاش غادي نلصقوا التنورة الصاية ونصاوبوا ليها هداك الدونتيل ديالها. كناخذ الكورنيات نهبط لأسفل اللوحة، طبعا مع استعمال المسدس اللاصق. نبدا من الوسط باش ناخذ القياس ديالي. غادي نحط قمع او كورني حدا واحد ونحاول نشكل الصايه ديالي بطريقه تكون متماثله كما غنشوفوا مع بعض. وسبق ليا وقلت لكم يمكن لك تختاري لي ديمونسيون، يعني القياس ديال هاد الكورني، بغيتي ديريه قد هاك او بغيتي ديريه صغر من هاك، لك الاختيار. انما الا كان صغير غادي ياخذ لينا العدد اكبر. نصاوب الطبقة الأولى ثم نضيف فوق منها الطبقة الثانية ونديرهم بالتساوي باش تجينا هادوك لي فرونج زوينين يعني.
حاولت نزرب الفيديو وما نقطعش العمل، فقط باش نعرفوا لي زيتاب، باش نعرفوا المراحل ديال العمل كله. هكا غنبقى حتى نوصل لجهة الحزام. بشوية بشوية توصلت لجهة الحزام، وهذاك القمع أو الكورني هو كبير، كنحاول نقطعه من الفوق باش نعطيه شكل صغير اللي غادي نختم به آخر طبقة من طبقات ديال الصاية أو التنورة كما كنشوف. وكذلك غناخد العدد اللي حاجتي به حتى نكمل آخر دائرة. وما نقولش لك خصنا قدا وقدا من عدد، كيبقى الاختيار ديالك نتيا، لانه الكبر او الصغر ديال القطعة ديال اللوحة كتحكم فيها العدد، كيتحكم في صغر او كبار اللوحة، وكذلك كيتحكم لنا العدد في صغر او كبار الكورني اللي هو القمع. وتنبقى بشويه بشويه حتى كنغطي كاع العيوب اللي غادي تبان ليا في النهايه. هكذا هنا غنضيف قطعه اخرى من هذوك المربعات، عوض نصاوب كورني غادي نطوي على زوج وندير فيه شويه ديال لي فرونس، شويه ديال البليات من الفوق، ونستعملو كفرفار نهائي اللي غيغطي لنا هادوك العيوب اللي خلفت لنا النهايات ديال هادوك الكورنيات تماما كما كتشوفي. سخون اللصاق ونحطو في النهاية ديال او على الحزام مباشرة كما تلاحظوا تغطى لنا العيب. صراحة عمل رائع، جا غزال من لا شيء. ممتاز. الجميل في مسدس الشمع انه تينشف او تيلصق بسرعة. في النهاية كما تشوفوا كلشي لصق مزيان. في النهاية غنختم بهادوك الوريضات تماما بهاد الغيبون، وهكا غنكون خبيت او غطيت على كل شيء العيوب ديال اللصاق اللي عندي.
وكذلك يمكن لكم تستعملوا حتى الشريط الحريري اللي كنقولوا ليه الريبون، او تستعملي ريبون من الجريدة نفسها. في عمل اخر ان شاء الله نشوفوا كيفاش غنصوبوا وردة او ريبون من الجرائد ونصوبوا معمل اخر ان شاء الله. انتهينا من العمل ديالنا كما كتشوفوا، رائع بسيط، ما خداش لينا بزاف ديال الوقت. غادي نمسحوا بالقلم عفوا بالممحات اي حاجه زايده، وبالقلم الاسود غادي نعلموا الجدايل ديال الشعر. غنقطروهم نقطرو الكل فقط باش يبان لنا الشعر. وهكا نكونوا انتهينا من العمل ديالنا كما تتشوفوا، رائع. وهذا هو العمل النهائي ديالنا، نتمنى ينال اعجابكم، وكما القاعده ما تنساو تشيروا لايك وتفعلوا الجرس، والى العمل القادم.